تعالوا اقول لكم على احلى كيكه ممكن تاكلوها، غير ان قيمتها الغذائيه عاليه جدا. بجد لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. اول خطوه عندي بجهزها هي الصينيه، وزي ما كلنا عارفين ان افضل صواني لتسويه الكيك هي الصواني الالومنيوم. دهنت الصينيه بمعلقه من السمنه البلدي، وضفت عليها رشتين من السكر. بعد السكر هضيف كمان رشتين من القرفه الناعمه. القرفه بتدي ريحه وطعم خطير للكيكه. بعد كده عندي كيلو من البلح الرطب. قشرته، شلت النواة بتاعته، وابتديت ارصه في الصينية بالشكل ده. برصه على ظهره، وضفت عليه رشة من القرفة الناعمة تاني. ولو متوفر عندي اي نوع من المكسرات ممكن نضيفه، لو مش متوفرة مفيش مشكلة، مش اساسية، بس هي بتدي طعم حلو قوي وبتزود القيمة الغذائية. انا هقول لكم مقدار الصينيه الواحده لان انا عامله ضعف الكميه. الصينيه الواحده بتاخد نص كوبايه من السمنه البلدي، وبتاخد من كوباية لكوباية ونص من السكر حسب ما احنا بنحب الكيك حلوة قوي هنضيف كوباية ونص. بنحبه متوسط يبقى كوباية واحدة بس. هنضيف ظرف فانيليا وثلاث بيضات حجمهم كبير، ولو حجم البيض صغير ممكن يبقوا 4 بيضات. هخلطهم بالمضرب كويس قوي لحد ما يبقى القوام كريمي. بعد كده هضيف كوباية الا ربع من الحليب واخلطهم مع بعض كويس. وطبعا كلنا عارفين ان الخلط كله بيكون في اتجاه واحد. هضيف كمان كوباية من الزبادي واخلطهم كويس قوي. وبعد كده هضيف الدقيق معايا هنا كوبايتين من الدقيق منخولين كويس، وهضيف عليهم كيس كيك شيف. بعد كده هنزل بالدقيق شوية شوية، وكل ما يبدأ يختفي الدقيق اضيف شوية كمان لحد ما اخلص الكمية. وممكن نستخدم المضرب السلك او المضرب الكهرباء. كده خلصت الكمية بتاعت الدقيق كلها، وانا استخدمت المضرب الكهرباء لان طبعا الكمية كانت دبل، فكنت محتاجة انها تتخلط كويس. هضيف معلقة من الخل واخلطهم تاني كويس. بعد كده هفضي الخليط على البلح. البلح من الفواكه اللي احنا ممكن نحتفظ بيها في الفريزر وما بيحصلهاش اي حاجة، فممكن تخزنوا الكمية اللي انتوا حابينها. طبعا بنجيب البلح بقشره عادي، بنغسله غسلة كويسة ونحطه في مصفى يصفي المية بتاعته، وبنقسمه في اكياس في الفريزر. ووقت ما نحب نستخدمه نخرجه قبل الاستخدام بساعة، بيفك بسرعة وبيبقى سهل تقشيره. كده الكيك جاهز معايا. بخبط الصينية خبطتين قبل ما ادخلها الفرن عشان اخرج اي فقاعات هوا فيها، وهختبر تسويتها بالخلة الخشب. انا سويتها على الرف الاوسط من الفرن على درجة حرارة 180. اخدت حوالي 35 دقيقة، وطبعا احنا بنكون مشغلين الفرن من قبلها. دي النتيجة بعد ما طلعت. عايزة اقول لكم ان ريحتها قلبت البيت، ريحتها حلوة قوي قوي. ريحة القرفة مع البلح مع السمنة البلدي عاملة شغل جامد. هستنى عليها تبرد شوية وابدأ اقطعها. عايزة اقول لكم اللي ما دقش كيكة البلح قبل كده فايته كتير قوي. لو بجد جربتوها هتعتمدوها وهتبقى هي الأساسية، وهتروحوا تدوروا على البلح بعد كده وتخزنوه عشان تقدروا تعملوها باستمرار طول السنة. بصوا لونها جميل قد ايه. عايزة اقول لكم بقى اللون الجميل ده جه منين. السكر اللي احنا حطيناه في الصينية في الاول ده بيتكرمل مع البلح وبيدينا اللون الذهبي الحلو ده. بصوا ريحتها تحفة، وعايزة اقول لكم لما بتقعد تاني يوم بتبقى طعمها احلى كمان. يعني كل ما بتبرد بتدي طعم جميل، وطعم كل حاجة فيها بتبقى ظاهرة أكتر، لأنها مش مجرد كيك عادي، بيبقى ميكس البلح مع المكسرات والقرفة مخليين الكيكة يعني واخدة سكة تانية خالص. أتمنى تجربوها لأنها فعلا تستحق التجربة. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. وما تنسوش اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير. واللي أول مرة يشوفني أنا شيري إمام. دمتم بصحة وهنا.